المرجو منك التعليق والإعجاب والاشتراك. أعلن ريال مدريد رسمياً تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني ألفارو كاريراس 22 عاماً قادماً من بنفيكا البرتغالي مقابل 50 مليون يورو بعقد يمتد حتى صيف 2031. كاريراس الذي سبق له التدرب مع مانشستر يونايتد ولعب مع غرناطة وبريستون تألق مع بنفيكا وساهم ب4 أهداف و5 تمريرات حاسمة خلال الموسم الماضي، بالإضافة إلى فوزه بكأس الرابطة البرتغالية. بدأ مسيرته كجناح هجومي قبل أن يتحول إلى ظهير أيسر متأثرا بمارسيلو، ولعب سابقا في أكاديمية ريال مدريد. ريال مدريد يرى في كاريراس مستقبلا واعدا في مركز الظهير الأيسر، خصوصا في ظل تراجع أداء مندي وجارسيا، ويأمل المدرب الجديد تشابي ألونسو أن يشكل إضافة قوية للفريق. يواجه الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن مستقبلا غامضا مع برشلونة بعد أن أبلغته الإدارة بعدم اعتماده كخيار أساسي في المشروع الرياضي الجديد، حيث تم تعيين خوان جارسيا كحارس أول وفويتشيك تشيزني كحارس ثان. ورغم هذا القرار يرفض تير شتيغن مغادرة النادي ويتمسك بعقده الحالي. في المقابل يسعى نادي غالاتا سراي التركي للتعاقد معه بعرض مغر يتضمن راتبا أعلى وعقدا لمدة 4 سنوات بشرط انتقاله مجانا. تير شتيغن أعرب عن استيائه من إدارة برشلونة بسبب غياب الشفافية ورفضه لما وصفه بالتسريبات المسيئة لسمعته، ويؤمن بقدرته على استعادة مركزه الأساسي ويخطط للبقاء حتى يناير قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله. صحيفة آس الإسبانية أفادت أن ريال مدريد يواصل مساعيه للتعاقد مع إبراهيم كوناتي مدافع ليفربول خلال الميركاتو الصيفي الحالي وسط خلافات مالية وموقف اللاعب الحاسم. ليفربول يشترط 50 مليون يورو بينما عرض ريال مدريد لا يتجاوز 25 مليونا، وأشارت آس إلى أن كوناتي يرفض تجديد عقده الذي ينتهي في 2026، مؤكدا أن وجهته الوحيدة في حال الرحيل هي ريال مدريد، مما يضع ليفربول أمام خيارين: بيعه الآن أو خسارته مجانا. كما ذكرت الصحيفة أن إدارة ليفربول لا تستبعد الإبقاء على كوناتي حتى نهاية عقده على أمل إقناعه بالتجديد كما حدث مع فان دايك وصلاح، رغم أن تمسك اللاعب بالانتقال للريال يعقد الموقف. وأضافت آس أن السيناريو المثالي لليفربول هو تلقي عرضا أكبر من ناد آخر، لكن رغبة كوناتي في اللعب فقط للريال تزيد من الضغط على النادي الإنجليزي.